هيخلص الفول انا مش مسؤول. ما تخليش حد يقولك الكلمة دي ابدا. هتعمليه في بيتك واطعم من المحلات كمان، من غير اي اضافات خالص. هنعمله بكل سهولة وبساطة، ولا هنحط بقى سلطة عليه ولا جزر ولا خيار ولا فلفل ولا اي حاجة من اللي بتتحط دي. وهيطلع معاكي فاتح لاخر فولة في الحلة او في الدماسة اللي انت هتعملي فيها، ومش هيلزق منك ولا هيحصل له اي حاجة خالص، ولا هتحسي بريحة شياط ولا اي حاجة. وهتعملي فول مظبوط زي ما قال الكتاب بالظبط. وخلاص انسي انك تجيبيه من بره تاني. هتعمليه في البيت بكل سهولة. مستوية الفولة قدامك اهي وزي الفل وطعمة وجميلة، واهم حاجة ان هي بالظبط وتبكل كده زي فول العربيات والمحلات اللي بتبقى بره. وهتعملي اجمل طبق فول هتاكليه على السحور او في الفطار او في اي يوم من ايام السنة. بس قبل ده كله ما تنسيش السبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دعاء زين، وان شاء الله النهاردة هنعمل طريقة الفول المدمس بكل سهولة وبساطة. ولو ما عندكيش دماس هقولك ازاي تعمليه في الحلة. انا على طول بعمله في الحلة وبيطلع زي الفل، ولا يعمل وش اسود ولا اي حاجة خالص. بجيب الفولة البلدي اللي انت شايفاها وبنقيها كويس جدا جدا جدا. اي حاجة مخرومة، اي حاجة خضرة زيادة عن اللزوم، اي حاجة مكرمشة جامد، اي شوائب فيها، طوبة بقى، زلطة، حاجة صغيرة كده، اي حاجة دي كلها بننقيها ونركنها على جنب. ودي اهم خطوة، لازم ننقي الفول كويس وعلى طول بنغسله 3-4 مرات وندعكه جامد بايدينا لغاية ما المية تكون رايقة وزي الفل. طبعا انا فيديو الغسيل ضاع مني. وبعد كده بنقعه. نقعته حوالي من 6-8 ساعات، يعني تنقعيه بالليل وتبدأي فيه الصبح. اول ما تحطي مية النقع عليه بتبقى مية نظيفة طبعا. لو لقيتي اي حاجة عامت على الوش بتشيليها وبترميها طبعا، وبتسيبيه بقى متغطي لغاية ما تصحي من النوم مثلا. يعني 6-8 ساعات، ما تكتريش عن كده. ومية النقع ما شاء الله ما شاء الله نضيفة وزي الفل زي ما انت شايفة كده. بصفيه من مية النقع واغسله كمان 2-3 عشان نطلع حاجة نضيفة ومحترمة. وهتشوفي ده كله في السليق معايا. وخطوات الفيديو كلها مهمة جدا جدا بحيث انك تطلعي فول ممتاز وجميل. بتشوفي بقى اي فولة كده اتقشرت ولا حاجة تشيل القشرة بتاعتها عشان ما تعومش معاكي على الوش وهي بتستوي. اي حاجة بقى ما اتنقعتش كده ولا حاجة مكرمشة زيادة عن اللزوم نسيتيها تشيليها برضو في المرحلة دي. وبس كده على طول بقى نجهز المية المغلية بتاعتنا ونسمي الله ونجيب الحلة ونبدأ بقى التسوية. بتجيبي الحلة او الدماسة او اي حاجة انت هتعملي فيها وتحطي فيها الفول، وتكوني بقى بتغلي مية في الكتل. لو هتغلي مية على البوتاجاز بتغليها في نفس الحاجة اللي انت هتسوي فيها، واول ما تغلي تنزلي عليها بالفول على طول. لكن انا بفضل طريقة الكتل دي، بتبقى اسرع بصراحة. فحطيت الفول وبنزل عليها بالمية. ده بالظبط كان 1.25 كيلو فول. تمام، حطيته في الحلة ونزلت عليه بالمية المغلية. ولازم تكون المية مغطية الفول، مغطياه بمرحلة يعني كده، على حسب طبعا الحلة او الدماسة اللي انت بتعمل فيها. واهم حاجة كمان لازم تسيبي مكان واسع كده عشان اما الفول يجي يغلي ما يفرش منك. يعني مش هنملى الحاجة على الاخر. بس كده. وخلاص انت حطيتي المية اللي انت عايزاه. شايفة اصلا المية ما شاء الله جميلة. في فول كده اول ما بتحطيه بتلاقي المية اسودت، لا المية ان شاء الله هتكون نضيفة معانا للاخر خالص. وطبعا النار عالية على الاخر. وهنغطي لغاية ما الفول يغلي. واول ما يغلي هنشوف هنعمل فيه ايه دلوقتي. شايفة المية ما شاء الله زي الفل. الفول حلو، مفيش قشر بقى على الوش ولا في ريم طلع مع الغليان ولا اي حاجة خالص. ليه؟ علشان احنا شطفناه كويس ونقعناه كويس وشطفناه بعد النقع كمان. الخطوات دي كلها بتفرق في النظافة والطعم في الاخر. انا قفلت عليه هنا علشان يغلي تاني عشان كنت عايزاه يغلي كويس. ونيجي بقى الاول اضافة هتخلينا الفول جميل وممتاز وابيض كده ومش هيغمق منك خالص. جبت ليمونة غسلتها كويس ونشفتها وقطعتها شرايح وهنزل بيها على وش الفول. عايزة تحطيها نصين علشان تقدري تشيليها بعد كده مفيش اي مشكلة، بس انا بحب احطها شرايح. وبرضو ساعات بشيلها وساعات بسيبها على حسب بقى مزاجي، بس هي
تدي تطعيمة بسيطة، لو حابة تشيليها مفيش اي مشكلة. البطلة بتاعتنا بقى الشياطة، احنا مهما نوطي على الفول او نظبطه، يعني لو وطينا لورا النار بتبقى عالية وممكن يشيط، لو وطينا لقدام الفول المية بتاعته بتبقى راكدة كده وما بيتحركش. الشياطة بقى بتظبط الدنيا، وتحطي الشياطة وتوطي على ورا، وبيبقى الفول بيغلي زي ما انت شايفة كده، وبكده الدنيا هتظبط معانا ان شاء الله. ودي تاني تركاية معانا في الفيديو دوت، او التالتة او الرابعة بعد الغسيل والشطيف والحاجات دي. المهم بنسيب الفول كده بقى يستوي مع نفسه، بيقعد حوالي مثلا ساعتين. لما يمر ساعتين بجيب بقى السر الرابع معانا او الخامس. عدوا معايا كده الاسرار، عشان ان شاء الله الفيديو ده كله مليان اسرار، والاسرار دي كلها واخداها من حد موثوق فيه في المهنة، بقاله تقريبا 50 او 55 سنة، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، وهو اللي قايل لي على كل الاسرار دي. وان شاء الله هيطلع معاكي احسن من المحلات بمراحل. جبت بقى هنا كل كيلو فول بتجيبيله 100 جرام فول مدشوش بس كده. بتنقيه طبعا لو هيتنقى، بس هو يعني معظمه بيكون كويس، وتشطفيه كويس 3-4 مرات لغاية ما تخلصي من المية البيضة اللي فيه دي، بتبقى ميته حلوة كده، وبتنقعيه في مية مغلية وبتغطيه وبتسيبيه على جنب. هنا الفول بقى كان مر عليه كده بالظبط حوالي 2.5 ساعة، لقيته محتاج مية. وطبعا مش كل شوية تفتحي عليه وتقفلي عليه، انت طبعا بتقدري الوقت كده مع السوا، او على حسب المية اللي انت حطاها. حطيت له مية، واهم حاجة مية مغلية، اوعي تجيبي مية عادية وتحطيها، لازم تكون مية مغلية. واهم حاجة كمان اوعي تحطي معلقة في الفول، ولا تقلبيه ولا تعمله اي حاجة، سيبيه زي ما هو كده مع نفسه لغاية ما هقولك هتقدري تقلبيه امتى. هنا خلاص الفول كان دخل في السوا، يعني بقى 3/4 سوا كده. الفولة استوت وبقت حلوة، بس القشرة لسه عايزة تكة صغيرة كمان. هبدأ بقى هنا انزل الفول المدشوش، صفيت مية النقيع وغسلته كمان 2-3 كده، وهبدأ انزله على الفول. واول ما تحطي الفول نزلي كمان شوية مية مغلية. ليه؟ علشان نعادل البرودة بتاعت الفول المدشوش، ويبقى كله تقريبا حرارة واحدة. بنقلب من على الوش، اوعي تنزلي المعلقة تحت. تنبيه، اوعي تنزلي المعلقة تحت علشان ما تجيش تعملي الخطوات دي كلها وفي الاخر هتلاقي الفول لزق. اي بقوليات بنسلقها سواء فول او عدس، زي ما هسيبلك الفيديو ان شاء الله بتاع العدس في اخر الفيديو دوت، ما تقلبيش من تحت، سيبي الحاجة ماشية كده زي ما هي. خلاص حطينا الفول المدشوش وغطينا، وهنقعده بالظبط كده ساعة كمان بعد الفول المدشوش. وهتطلعي الفول هيكون زي الفل زي ما انت شايفة كده، زبدة، ولا اجدع عربية فول بتعملها، ولا ريحة الفول مفحفحة في الشقة. حاجة كده جميلة وممتازة ونظافة ومن عمايل ايد. ولا بقى هتقولي لجوزك هاتلي وانت راجع، ولا تبعتي ابنك ويقولك خلص، ابدا مش هيحصل تاني. خلاص كده الطريقة المظبوطة بالطعم المظبوط من غير اي اضافات خالص. كده انا قلبتها كده شوية وسبتها. شايفة ما شاء الله الفولة روعة ممتازة، والفولة صحيحة زي ما هي، ما حصلاش اي حاجة، بس في نفس الوقت دايبة ومستوية. سبتها بقى كده ربع ساعة كمان، يعني بالظبط اخد مني 4 ساعات ونص على نار هادية بالشياطة زي ما احنا عارفين. كده بقى انت تقدري تقلبي وقلبك جامد 100%. تجيبي من تحت بقى من الجناب من كل مكان الفولة مستوية، وخلاص احنا هنطفي عليه. اوعي وهو لسه شغال تقلبي عليه من تحت، لو قلبتي عليه والمعلقة جت تحت خلاص كده انسي، الفول هيلزق وهيشيط. فخلي بالك من النقط اللي احنا قلناها كلها دي في الفيديو، وان شاء الله هيطلع اطعم فول معاكي. كده خلاص احنا ضمننا ان هو استوى وبقى زي الزبدة وزي الفل. هنقفل عليه بقى ونسيبه يرتاح ساعتين. شايفة ما شاء الله جماله تحفة، وطعمه والله مش هتفرقيه فتفوتة واحدة عن اللي بتجيبيه من بره. ده طبعا غير ان هو من عمايل ايدك. سيبناه يبرد ساعتين كده او 3 على حسب الجو اللي عندك، وهنبدأ بقى نشوف الجمال ده عامل ازاي. ولا وشه بقى
ولا اسود ولا اتغير ولا اتأكسد وزي الفل. ازاي تقدري تفرزيه وتشيليه زي ما انت عايزة، وهتحطيه في التلاجة قد ايه؟ بس الاول هنسمي الله، هننزله كده في البولة شوية شوية. وشايفة معايا بقى الفولة نازلة في فولتها، وكمان الحلة من تحت ما فيهاش ولا فتفوتة لازقة. ليه؟ علشان احنا سويناها تسوية مظبوطة، والخطوات بتاعتنا مظبوطة، والشياطة اللي احنا حطيناها. ده كله بيفرق معاكي في السوا، وبيفرق في كل حاجة وكل تفصيلة في الفول اللي انت بتعمليه. ولا حطينا بقى جزر ولا عدس ولا بابريكا ولا مش عارفة ايه، بيحطوا قمح وبيحطوا حاجات تانية غريبة. هو فول وبس زي ما انت شفتي، والليمونة اللي احنا قطعناه، والتسوية بقى القشرة بتدوب في ايدك زي الفول اللي جوه بالظبط. يلا بقى اعمليه وجهزيه رمضان، وتخزنيه وتفرزيه زي ما انت عايزة، وهيطلع اطعم فول. انا بصراحة انا هنا عاملة 1.4 كيلو كده، لكن انا كعادتي بعمل 2 كيلو وبحطهم في الفريزر، وبطلع واعمل زي ما انا عايز. بكيسهم اهم حاجة، بفضي من الكيس الهواء وبقفله كويس، وبرص بحطه مبطط زي ما انت شايفة كده، علشان يترص في الفريزر وما ياخدش مني مكان. وزي ما انتوا عارفين وقلت لكم قبل كده، انا ما عنديش فريزر خارجي، انا شغالة على فريزر التلاجة. فلازم الحاجة تبقى مظبوطة زي ما انت شايفة كده علشان تاخد اكبر قدر ممكن. ولو عايزة تاكلي منه طبعا بتسيبيه في التلاجة من تحت. اهم حاجة معلقة ناشفة تحطيه فيها، ما تحطيش معلقة مبلولة ابدا في الفول. هيفضل محافظ معاكي في التلاجة تقريبا اسبوعين، مش هيحصل له اي حاجة خالص، ومن غير بقى ما نحكم عليه الغلق ولا اي حاجة. وما تنسيش تشوفي فيديو الصلصة وتفرزها، وفيديو البطاطس وتفرزها، ده كله ان شاء الله هيعجبك. وكمان فيديو تفريز خلطة المحشي وعمايلها من الف للباء، ان شاء الله هسيبهولك ده كله في الوصف او تحت الوصف كمان. ان شاء الله هسيبلك كل التفاصيل دي، وهتاكلي اطعم طبق فول. ان شاء الله في الوقت اللي جاي هنزل لكم طرق تانية، يعني طرق للفول، ازاي بقى نعمل فول بكذا نوع وكذا طعم وكده علشان نجدد وننوع فيه. بتدخليه الفريزر بيجمد، بتطلعيه يفك براحته على الرخامة ويبقى بالشكل دوت. وهتاكلي اطعم اطباق عملتيها بنظافة ايدك، وضامنة كل حاجة فيها، وضامنة ان مفيش اي مواد مضافة علشان يسرع السوى عليها. ولو عجبك المحتوى ما تنسيش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد ومميز. بحبكم جدا، باي باي.